تشيلسي على الجهة اليمنى، وإنياتشو مانشستر سيتي رأس الحربة في الخط الأمامي بقيادة الحكم بكاري قسامة الجنبي. تنطلق هذه المباراة نيجيريا على الجهة اليسرى من الشاشة بلباسهم الأخضر، والجلة فوزي مدافع نادي نابولي الذي كان قريب من عدم المشاركة في هذه المباراة التي يغيب عنها هلال العربي السوداني، مسجل الهدف الأول أمام الكاميرون. فوزي غلام لإسلام، كرة ممتازة للمنتخب الجزائري. إسلام والتغطية الدفاعية المباراة القليلة اللي لعب فيها عيسى مندي ونبيل بالقروي وهشام بالقروي في الخط الخلفي لدفاع المنتخب الجزائري. هشام يا 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 هشام ماذا فعلت يا هشام يا هشام يا ضاعت يا هشام يا بالقروي، ضيعتها معليش. والانطلاقه من فيكتور موزيس في اول كره صعبه للمنتخب النيجيري، اعطيناها لهم هديه. العوده الموفقه لعيسى مندي اغلقت كل شيء. يا هشام كنت تتلقى بطاقه صفراء. شوف عيسى مندي كيف رجع، شوف اوبا تسديده مرت جانبيه على مرمى الحارس رايس وهاب المبولحي في اول كره من فيكتور موزيس. مليح اننا نخرج النفس الاول في ظروف مغايره للظروف اللي متعودين يلعبوا عليها. إنياتشو يلعبها ممتازه لصالح المنتخب النيجيري، حذري من الكرات في وضعيه تسلل. سيد الحكم، نعم الحكم المساعد رفع الرايه معلنا وضعيه تسلل لصالح دفاع المنتخب الجزائري من المدافع تروتس إيكونغ ويليام 23 سنه، مباراته التاسعه مع منتخب نيجيريا. واضحه وضع التسلل بمتر ونص، يلعبها مع نبيل بن طالب، وصلت مباشره لياسين ابراهيم، يرجع للخلف ناحيه عيسى مندي. وينك يا رياض؟ عيسى مندي عنده الكره الان، زيت يطلبها، يرجع مباشره على الجهه اليسرى في اتجاه فوزي غلام، طلبها ياسين يا فوزي، وصلت ياسين، دخل فوزي، ياسين عنده الكره، راح نبيل بن طالب يلعبها ممتازه في اتجاه فوزي غلام، كره خطيره، فوزي ارجع يا فوزي، ارجع يا فوزي، ارجع يا فوزي. من حسن الحظ متجاني عندك اوبي ميكال استرجعها في وسط الميدان مع سفير طايدر يسترجعها. رياض محرز انطلق، رياض راح اسلام من هناك، رياض عنده الكره طلبها اسلام، وصلت وراح اسلام، دخل طايدر، اسلام ارجع يا رياض يا اسلام. رائعه جدا من اسلام في اتجاه سفير. حتى انت يا اسلام صرت تتفنن وتمرر كرات مثل هذه في العمق في اتجاه سفير طايدر، خرج خلف المدافعين. طبعا عندما يكون عندك المتجاني في الخط الخلفي ووسط ميدان ارتكازي يسمح لطايدر ويسمح لنبيل بن طالب بالخروج. عيسى مندي، فوزي غلام على الجهه اليسرى، طبعا ياسين ابراهيم يسترجع الكره، ياسين امام زوج لاعبين، هاي المراوغه من ياسين ضيعتها ياسين، معلش تسترجع مرة ثانية. ياسين ابراهيمي وكذلك نبيل مجاني، ياسين ابراهيمي يصارع وانطلاقه من سفير طايدر في اتجاه اسلام، كرة خطيرة المنتخب الجزائري، يلا يا اسلام يلحق عليها، اسلام لحق، اسلام يرجع للخلف، الكرة لرياض، لا سعد رياض، سفير يحطها لرياض، اسلام انت قريب، دخل نبيل بن طالب، وصلته مع اسلام سليماني يدخل، اسلام معك ياسين، وصلته ياسين، لا لحق عليها ياسين، راس اسلام، ياسين واسلام، كرة من اروع ما يكون من ياسين في اتجاه اسلام، والحكم من هناك في اتجاه ايشوجيلي. وينك يا رياض؟ ايشوجيلي، وينك يا رياض؟ ايشوجيلي، ومحمد زيتي في التغطية، ضيعها محمد. تيبو مرة ثانية، اوبي ميكال، موزيس، وين رايحين موزيس؟ جول، وين رايحين؟ جايكم موزيس انتم راجعين، وين رايحين؟ جايكم موزيس وانتم راجعين. هدف اول لمنتخب نيجيريا عند الدقيقة 25 من فيكتور موزيس. هدف اول لمنتخب نيجيريا من امضاء موزيس. الان سيخرج اللاعبون الجزائريون من منطقتهم، الان سيخرجون، الان سنشاهد ردة الفعل، الان سنشاهد قدراتهم الهجومية. بطاقة صفراء ينالها فيكتور موزيس على نزع القميص اكيد. جاي فيكتور موزيس، انتم راجعين للخط الخلفي، من العمق توغل فيكتور موزيس، مر الكرة للاعب جزائري وترجعها مرة ثانية.
نيجيريا. اوبي ميكيل، فيكتور موزيس، راجعين للخلف. فيكتور موزيس، هشام بالقروي رجع له الكره وسددها على يمين الحارس رايس واب مبولحي، مفتتحا مجال التسجيل لمنتخب نيجيريا. الهدف الثامن لفيكتور موزيس مع منتخب نيجيريا في 27 مباراة لعبها. لا او سفير طيدير تروح لاسلام، هايله ممتازه. نبيل بنطلب وانطلق ياسين ابراهيمي. نبيل بنطلب راح، دخل نبيل بنطلب مع ياسين. نبيل حطها لياسين، وينو اسلام؟ ياسين مع وسام. ياسين طيدير، ولا لعبها لبنطلب. الكره بميكيل مره ثانيه. اوناتزي، ميكيل ايتيبو يلعب مباراه كبيره وبميكيل اليوم في هذا اللقاء. مهاره عاليه مع إنياتشو. بميكيل مره اخرى. إنياتشو وتدخل جزائري. ياسين ابراهيمي اختطف الكره وانطلق. ياسين ابراهيمي مر، ياسين ابراهيمي راح، ياسين ابراهيمي دخل، ياسين يوصل، ياسين زاد، ياسين دخل، ياسين راح، ياسين جول. جول. لا يا نبيل، يا نبيل، يا نبيل. راح ياسين، دخل ياسين، وزع ياسين. نبيل بنطلب وحده امام الحارس، رماها فوق المرمى. يا سلام، يا له من ياسين والانطلاقه الرائعه هنا ببراعه. مر ياسين، مررها على طبق في اتجاه نبيل. لو طلب منك ان تعيد نفس اللقطه 100 مره لرميتها في الشباك يا نبيل. لا معليش الكرة ضاعت وراحت. يحط على الجهة اليسرى في اتجاه ياسين ابراهيمي، راح ياسين ابراهيمي وفوزي غلام، زاد في السرعة. ياسين دخل، ياسين وفوزي، ياسين لفوزي ماهوش متسلل، دخل فوزي غلام. دفاع وإسلام وضربة جزاء، لا وسفير جول. لا يا سفير، لا يا سفير، لا. فرصة ثانية ضاعت للخضر. يا سلام، كنت اعتقد بانه ضربها بيده المدافع سفير طيدير، ضيعتها يا سفير. فرصة ثانية في ظرف 3 دقائق للمنتخب الجزائري. هاي الكرات وهاي الفرص التي لا يجب ان تضيع في مثل هذه المباريات. لا شوف الكثافة، شوف وين صار موجود سفير. الضغط طايح على المجاني. نعم، الضغط على مجاني لانه مندي لرياض محرز استلم كره. رياض كره ممتازه لاسلام، اوش متسلل اسلام، لحق الكره اسلام، طلبها خلف المدافعين اسلام سليماني ولكنها فاتت، راحت. معلش يا اسلام. ال5 دقائق الاخيره الان مشاهدي الافاضل من عمر هذا الشوط. هدف للصفر لنيجيريا امام الجزائر. هل خرج النفس الاول يا اسلام ام ليس بعد؟ يفضل الكره البعيده ناحيه اسلام، هي الكره بصدره. اسلام يحطها لنبيل. كأن نبيل تعود على لعب نتاع شالك متقدم شويه، يعني تقريبا يلعب كرقم 10، يعني قلب الهجوم. حذري من موزاس، خطيره. التغطيه من محمد زيتي، حذري من الخطا من إنياتشو لصالح منتخب نيجيريا. إنياتشو ما زالت عنده الكره، يرجع للخلف لصالح المنتخب. ضعي تسلل. سبحان الله. اوبي ميكيل يضيف الهدف الثاني لمنتخب نيجيريا. الحكم المساعد لم يرفع الرايه في ال4 دقائق الاخيره من عمر المباراه. الكل ينتظر ويعتقد بانه في وضعيه تسلل. هدف ثاني لمنتخب نيجيريا من جون اوبي ميكيل عند الدقيقه 42 من عمر المباراه. هدف ثاني غير متوقع تماما وغير منتظر. هاي اللعبة من إنياتشو ارجع للخلف. كسرت وضعية التسلل يا عيسى، كسرت وضعية التسلل يا عيسى مندي. لا 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 لا. هدف ثاني قاتل لصالح منتخب نيجيريا عند الدقائق الأخيرة من عمر 10. فوزي غلام، ياسين ابراهيمي يطلبها فوزي، يفضل يحتفظ بها ياسين. لا يا ياسين، لا يا ياسين، لا يا ياسين، لا يا ياسين.
مجاني يسترجع الكره يحطها لنبيل بن طالب. انطلق نبيل بن طالب عنده الكره. نبيل يراوغ. نبيل يمر. نبيل مع فوزي غلام يلحق عليها فوزي. هاي الكره الاخيره فوزي. كره ثالثه من تايدر. ماذا الذي يحدث لعناصر المنتخب الجزائري؟ ما هذه الفرص الضائعة لحد الآن يا سفير؟ لا 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 ضاعت فرصة. ضاعت فرصة سانحة. نبيل بن طالب حطها لسفير بيسرى. ضربة في الديار. لو نسجل الآن لو نسجل الآن يا رياض. الدفاع بصعوبة يخرجها والحكم يصفر نهاية الشوط بتفوق نيجيريا 2-0. صعب الشوط الأول. صعب الشوط الأول كما كان. تحقيق التعادل على الأقل، خاصة وأن نتيجة المباراة الثانية طبعا في صالح الجميع. التعادل ليس الكاميرون طبعا. التعادل بين الكاميرون وزامبيا هدف لهدف في صالح نيجيريا وفي صالح الجزائر وفي صالح زامبيا كذلك، لأن المهم أن كل ما يكون هناك الكرة في الركنية. هشام بالقروي موجود. الراهيل رياض محرز والراس والدفاع من هناك. هشام لم يقدر عليها. راحت لياسين. حطها في الارض. ياسين يبحث عن الثغره من امام بوبي ميكال. ياسين يراوغ بوبي ميكال. ياسين يدخل. ياسين ما زال. ياسين يوزع كرة. لا 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 يا عيسى. مرت من امامك يا عيسى. هل هناك جريجري في مرمى المنتخب النيجيري ام ماذا هنالك؟ الكرة تأبى الدخول. ماذا هنالك في مرمى منتخب نيجيريا؟ في الشوط الاول 3 اهداف وفي الشوط الثاني الكرة تمر من امام ارجل اللاعبين وتروح بعيدة تماما. يا سلام يا سلام. اللعبة انا من سفير تايدر لإسلام سليماني. التسديدة بعيدة يا إسلام. لكن حذاري من الهجمات المعاكسة. نحن في بداية الشوط يعني. محروم المنتخب الجزائري من الكرة. جوبي ميكال بالعقب. نبيل بن طالب في الاسترجاع يلعبها مباشرة مع هشام بالقروي. بعيدة يا هشام. الكرة هذه ضايعة. تسترجع نيجيريا في وسط الميدان وراح رياض محرز معاه اسلام سليماني. رياض المراوغة ممتازة. راح رياض يا اسلام. اسلام من هناك يطلبها فوزي غلام. يوصل رياض مع فوزي غلام. يفضل يحتفظ بها. يلعبها في الوسط مع نبيل بن طالب. نبيل جول. من أين لك هذا الصاروخ يا نبيل؟ من أين لك هذا الصاروخ؟ أرض جو يا نبيل. جول يعيد به الأمل نبيل. هدف يسوى ذهب، يسوى ألماس ويسوى نيجيريا كلها يا نبيل. رياض محرز انطلق. رياض محرز أصر. رياض محرز رجع لنبيل. صاروخ هذا يا نبيل. بوم. لقد زال السحر الآن من شباك مرمى نيجيريا بهذا الصاروخ. الكرة من هناك على الجهة اليمنى لصالح الشيدي. حذاري من نياتشو. كرة صعبة للمنتخب النيجيري. موزيس طلبها على الجهة اليسرى. موزيس دخل. موزيس والكرة لرياض محرز ولصالح. لا يريدون ان يستسلموا في هذه المباراة. يلعبونها الى اخر رمق. رياض محرز يستلمها مرة ثانية. يرجع للخلف في اتجاه محمد زيتي. هكذا يا محمد ما ترمي الكرة. اللاعبين قرب منه. كرة ممتازة من رياض داخل منطقة عمليات. سفير ضربة جزاء. الحكم يقول ركنية. الحكم يقول ركنية. معليش تقدير الحكم قصامة انه لم تكن هناك لمسة يد. خليك يا عيسى ركز مع المباراة ومع اللاعب. كاد يسترجعها على تعبوا اللاعبين النيجيري وكأن بهم تعب لانهم بذلوا مجهودات كبيره في الشوط الاول. زيد يتفوق في هذه الكره. وصلها مباشره لسفير تايدر. سفير يرجع لها مهدي عبيد. مهدي عبيد يلعبها من هناك مع هشام بالقروي. هشام في الارجل يا هشام. هكذا يلعبها مباشره لفوزي غلام. طلبها ياسين وكذلك رياض. راحت لرياض وياسين. ياسين لاسلام. رجع للخلف اسلام في اتجاه مهدي عبيد. يلعبها من هناك لفوزي غلام. ياسين داخل منطقه عمليات وضربه جزاء. اسلام او ياسين ابراهيمي من هناك بيسرى. الكره راحت عاليه بعيده تماما. الخضر يعودون في الربع ساعه الاخير من عمر المباراه. الخضر لا يستسلمون ولا ينهارون. اللعبه كم كانت رائعه يا ياسين. يا ياسين اللعبه كم كانت رائعه يا ياسين. فوزي غلام. مهدي عبيد مره ثانيه لنبيل بن طالب. راح اسلام يا نبيل. كره ممتازه في العمق لاسلام.
كرات مثل هذه خلف ظهور المهدي في هذه اللحظات من عمر المباراة. دخول مهدي عبيد في مكان مجاني. تعب وكان بمجاني تعب في هذه المباراة. ويريد ان يدخل وسط طويله لاسلام سليمان يلعبها مع رياض واسلام. ياي ثم سفيان يلحق على هذه الكره، 3 لاعبين امامه، سفيان يصارع، الكره ضاعت وموزيس انطلق. موزيس لا تخطئ يا مهدي عبيد. موزيس ونبيل بطاله في التغطيه، ومهدي عبيد رجعت في وسط الميدان لايتيبو. يا رايس حذاري حتى تكون عندنا فرصه اخيره لتعديل النتيجه. موزيس يلعبها بينيه، يطلبها موزيس مرة ثانية، صعبة الكرة. اولالا 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 اولالا، والكرة راحت. لعبة رائعة من قبل فيكتور. تروح الكرة مباشرة لنديدي، يغير تماما على الجهة اليسرى لفيكتور موزيس معه سفيان فغولي. فيكتور موزيس دخل، فيكتور موزيس راح، فيكتور موزيس يواصل الكرة في العمق صعبة لمنتخب نيجيريا. تغطية من هشام بالقروي، يلعبها مع سفيان فغولي، ترجع لهشام. قد يمسح بهم الارض ولن يترددوا في اعاده مختلف الاسطوانات التي سمعناها مرارا وتكرارا. حسن الحظ جماهير الكره في الجزائر ستكون متفهمه للعناصر المنتخب التي اسعدتها مرة أخرى من ياتشو، اسعدتها بتاهلها مرتين متتاليتين الى نهائيات كاس العالم، ولكنها لم تصل لاسلام. الحكم احتسب 4 دقائق. هاي كره صعبه، راح موسى، راح احمد موسى السريع، انطلق من هناك على الجهه اليمنى. احمد موسى كره خطيره، وين راجع يا هشام؟ احمد موسى بابا 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 جول ثالث للمنتخب النيجيري في الوقت بدل الضائع من عمر المباراه. جول ثالث للمنتخب النيجيري في الوقت بدل الضائع من عمر المباراه. لا احد يريد ان يكون في مكان هؤلاء اللاعبين الذين لن يتردد بعد فلاسفة الكرة في أن يمسحوا بهم الأرض، ولن يترددوا في إعادة اسطوانة اللاعب المحلي واللاعب المغترب واسطوانة المدرب المحلي والمدرب الأجنبي التي سئمنا منها وتعبنا منها. هم مجموعة من الشبان لم يترددوا في بذل مجهودات كبيرة اليوم أمام منتخب نيجيري قوي. خسروا ب3-1 أي نعم، ولكنهم بذلوا مجهودات كبيرة في الشوط الثاني من عمر المباراة. يجب أن نتقبل أحكام كرة القدم التي فيها فائز وفيها خاسر، ونتقبل بأننا لا نفوز دوما، ونتقبل بأن لدينا الكثير من الاختلالات يجب أن نصححها مع مرور الزمن. المنتخب هذا مستقبل مازال أمامه مباريات 4، ومازال أمامه نهائيات كأس أفريقيا. تخسر أمام الكاميرون أو قد تتعادل كذلك. المهم أنه مصيرنا ليس بيدينا، ولكن هذه هي الكرة. هنيئا لنيجيريا، هنيئا للمنتخب الجزائري على أداء رائع في الشوط الثاني من هذه المباراة، ولكنه في نهاية المطاف لم يقدر لأسباب عديدة